برج السرطان. الشمس موجودة في موقع داعم جدا لأنها في بيتك الثالث، بيت العلاقات. نجمك لامع يا سرطان، انت من ملوك الأبراج الشهر ده، ما شاء الله عليك، الله أكبر، من ملوكهم فعلا. عندك سطوع كده ولمعان وطلة، عندك طلة حلوة يا برج السرطان. كل اللي يشوفك هيقول عليك ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي. شخصيتك بتختلف تماما خلال الشهر ده. عندك تحقيق الأمنيات قوية جدا، خصوصا مع وجود الشمس في بيتك الثالث، بيت العلاقات وبيت الحب. عندك توطيد لعلاقة مع شخص انت كنت بتحبه، شخص كان بعيد عنك ممكن يقرب، تصالحات مع أشخاص تانية، علاقات في الحب بترجع مرة أخرى، بترجع تستأنف تاني نشاطك الرومانسي اللي انت بتحبه جدا يا برج السرطان. برج السرطان من الأبراج اللي بتحب الحب نفسه، من الأبراج المائية الجميلة اللي عندها دعم قوي جدا، خصوصا مع وجود الشمس في برج العذراء بتديكم دعم قوي قوي. واخيرا تراجعات عطارد بتنتهي يوم 28/8، وعطارد بيقف في مكانه، بياخد بس فتره لغايه ما بيرجع يستأنف تاني دورته في مجاله الصحيح. ففي الحاله دي بننتظر بس شويه، حاجه بسيطه جدا جدا، حاجه لا تذكر. استنوا 3-4 ايام، يعني على يوم 4/9 ان شاء الله او يوم 3/9 عطارد هيبتدي يمشي تاني في مجاله صحيح، ويبتدي يتقدم في بيتك التاني، برج الأسد، بيت النقود وبيت النجاح وبيت العلعة بقى زي ما بنقول كده، بيت المال بتاعك. فإن شاء الله بإذن الله بيت الأرزاق، ربنا يرزقك الخير كله يا برج السرطان. أنا أهم حاجة عندي إن أنت الشهر ده بترتاح نفسيا، وبترتاح جدا في حاجات كتير، بتبتدي توصل لحاجات انت كنت بتتمناها. عندك طلة حلوة جدا جدا، عزائم يا برج السرطان، عندك ولائم هتتعزم عليها، عندك حاجات حلوة جدا جدا. وإن شاء الله الفترة اللي جاية هتكون فترات مبهرة ليك. شهر 9 من الأشهر الحلوة قوي معاك، لغاية يوم 21/9 طبعا، لغاية انتقال الشمس من برج العذراء ووجودها في برج الميزان. هيبقى فيه ضغط فلكي عليك شوية، هيبقى فيه ممكن فترة من العصبية، من التعب، من الأرق، من قلة النوم، من الإجهاد، لكن إن شاء الله بإذن الله سرعان ما هتعدي، لأنه الشمس بعدها إن شاء الله في 21/10 تروح على برج العقرب، البرج المائي الصديق لك، آخر برج مائي في السنة الميلادية. أخيرا خلاص شهر صفر كمان بينتهي معانا يوم 3/12، سوري يوم 3/9، أنا مش عارفة ليه مقتنعة إن إحنا في ديسمبر. يوم 3 سبتمبر خلاص إن شاء الله بإذن الله الصفر هينتهي، وهيبتدي ربيع أول، بدايات جديدة، عقود عمل جديدة، خيارات جديدة، حاجات كتير حلوة إن شاء الله بإذن الله تبتدي معاكم إن شاء الله بإذن الله. وجود الزهرة في برج الميزان تقريبا لحد يوم 20 ده بيديلك دعم إلى حد كبير، لأن هي موجودة في بيتك الرابع، ف بيدي لك شوية دعم قوي جدا يا برج السرطان. لكن أنا بالنسبة لي الشمس هي الداعم الأكبر ليك، وعندك خير إن شاء الله بإذن الله. حتى لو كان المريخ موجود عندك أنت في بيتك الأول، بيت الشخصية، فممكن ما يبقاش عندك هدوء نفسي كل الوقت، لكن إن شاء الله بإذن الله الشمس بتعمل معاك توازن حلو قوي قوي، فبيخلي عندك هدوء إلى حد كبير. انت من الاشخاص يا برج السرطان اللي ممكن يبقى جواك اعاصير ورياح، لكن تقدر تخبيها بابتسامة حلوة قوي قوي، وبطريقة اللي قدامك ما يقدرش يعرف بيها انت جواك فيه ايه. انت من الابراج اللي عندها الحاسة السادسة عالية جدا يا برج السرطان. اتبع حدسك واتبع قرارك، وعندك يمكن استكمال لعقود عمل انت كنت عامل لها توقف الفترة اللي فاتت، عندك استكمال ليها، وعندك خير كتير جاي لك يا برج السرطان. اهم حاجة عندي ان انت ما عندكش حاجة سلبية ان شاء الله بإذن الله. نحذر يوم 13/9 من توقيع اي عقود جديدة، ونحذر فيها من ان احنا نعمل كتب كتاب، او نعمل قراءة فاتحة، او نعمل مثلا خطوبة، أو نعمل عقد قران. نحذر فيه الفترة دي من توقيع العقود. وبعدين عندنا كمان من يوم 15 16 17 18، وبالذات يوم 18 و19 طبعا في حاجة اسمها خسوف جزئي للقمر، ده هيأثر علينا شوية، مش هيأثر كتير بس هيأثر علينا شوية، فنحذر برضو في الوقت ده. وإن شاء الله بإذن الله تبقى الدنيا ماشية معانا كويس إن شاء الله بإذن الله.
وجود المريخ عندك في بيتك الأول، بيت الشخصية، ممكن يعمل معاك شوية ذبذبات سلبية، لكن الشمس بتلحقك والزهرة بتلحقك وعطارد بيلحقك، كل حاجة بتلحقك. الحمد لله الخير خلاص قرب يبقى مستقر عندك، خصوصا ان الدنيا هتمشي معاك كويس. ممكن من 21/9 لحد 20/10 يبقى الدنيا متأزمة شوية بسبب وجود الشمس في برج الميزان بيتك الرابع، لكن سرعان ما هتخلص الوقت ده وبقية الأبراج. الزهرة هيبقى موجود في برج العقرب فده هيديلك دعم، عطارد هيروح على برج العذراء فده هيديلك دعم، المريخ هيمشي من عندك وهيروح على برج الأسد، فطبعا ده هيبقى في بيت المال بتاعك، ممكن ما يعملش دعم قوي بس ممكن بقية الحاجات كلها تديلك دعم قوي جدا جدا فيخلي الدنيا تمشي معاك كويس. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تكون فتره خير وسعاده معاك يا برج السرطان. انت من ملوك الابراج في شهر 9. انتظر اخبار كويسه، هيكون عندك قبول، هيكون عندك طله حلوه، انتظر انا اسفه خبر حلو انت كنت مستنيه. كان معاكم ساره فوده خبيره الطاقه والفلك والتارو، وان شاء الله نتقابل الشهر الجاي على خير. سلام.